طب انت بتقولي لي عجينه مستويه، طب دي عجينه نيه؟ لا مستوي، ممكن لا تدوق. يا ست الكل مستويه ازاي يعني دي كده عجينه مستويه؟ ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مستويه بجد. هو انا كل ما اجي اصور تقعد تعملي بلسانك ورا الكاميرا كده بتوترني. ينصر دينك يا شيخ والله العظيم. على فكره انا هزور بسببكم انتوا الاثنين، البصات اللي بتبصوا لي دي صعبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من القاهره الكبرى، طبعا ايمانا باننا بالافكار المختلفه واللطيفه. هو انا شعري عامل كده ليه؟ ولا ده عشان في حاجه حاصله كده؟ مش يا جدع انت وسع ايدك يا جدع. الشيف اسراء محمد عامله فكره مشروع، انا من وجهه نظري هي مش جديده بس هي عامله فيها تعديله كده مخليها حلوه. الشيف اسراء محمد عامله بيج اسمها دول شيتا. يعني ايه دول شيتا؟ يعني معجنات بس بالايطالي، والله اعلم هي اللي قالت لي كده. هي عامله المشروع بتعمل قواعد البيتزا، بس قواعد البيتزا اللي هي بتعملها هي مش عجينه، لا هي بتعمل قواعد البيتزا بتكون مستويه، ده اللي انا فهمته وهنتاكد بقى من المعلومات دي. مقاس كبير ومقاس صغير اللي هي الميني بيتزا، انت حضرتك بتاخدها بتحط عليها التوبنج بس، او هي بتبعت لك التوبنج برضو، بتبعت لك البيتزا بالتوبنج بتاعها، انت تحطها في الفرن يا دوبك بس الوش يتظبط وتطلعها تاكلها على طول. بتتكلم ان هي وصلت لمعادله ان احنا لما نعمل كده العجينه ما بتبقاش ناشفه، ودي طبعا هتبقى حاجه كويسه جدا للناس اللي عايزه حاجه سريع ومش عايزه تضيع وقت في الخبيز، وان هي تقعد تعمل العجينه وتعجن وعجان وتوسخ الدنيا وتبهدل الدنيا. غير ان الاسعار كمان كويسه جدا، وفكره حلوه للناس اللي زي اللي مالهاش في العجينه، لان انا لو جبتها وطك طك 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 وحطيتها بشويه جبنه رومي بالنسبه لي وبسطرمه هتطلع حاجه برده لطيفه. تعالوا نروح للشيف اسراء ونشوف المشروع بتاعها ونشجعها، وان شاء الله تكون بتعمل حاجه محترمه وكويسه، ولو انتوا بتشوفوا الفيديو ده اكيد حاجتها كويسه. يلا بينا. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ تمام. انت جايبتيني على ملا وشي، لان انا عندي مشكله كبيره في حياتي ان انا ما بعرفش اعمل عجينه. يعني انا ما بعرفش اعمل حليت لك عجينه. بقى مشكلتك. يعني تماما بس بقى. انا عندي مشكله برضو ان انا لما بجيب العجينه الجاهزه دي دايما بتبقى ناشفه. لا انا عاوزاك بقى، بص يعني حسها ودوقها. لا هي شكلها خطير، بس هو تكوني لسه عاملاها دي دلوقتي؟ دي معموله بقى لها قد ايه؟ لا دي كانت في الفريزر وطالعه بقى لها 4-5 ايام. طب انت بتقولي لي عجينه مستويه، طب دي عجينه نيه؟ لا مستويه، ممكن لا تدوق. يا ست الكل مستويه ازاي يعني؟ لا مستويه على الاخر. يعني دي كده عجينه مستويه؟ مستويه. ادوق؟ دوق. اوعى، انا اصلا معدتي حساسه جدا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مستويه بجد. بجد. هو انا كل ما اجي اصور تقعد تعملي بلسانك ورا الكاميرا كده بتوترني. طيب دلوقتي يا شيف انا بشتري الحاجات دي ازاي؟ الحاجات دي معموله ازاي؟ ايه الانجريدينت؟ على فكره طعمها حلو قوي. هي الفكره كلها ان يعني مش كل الناس بتقدر تظبط البيتزا. ده حقيقي. ومش كل الاماكن هنا بيعملوا البيتزا الايطالي الحقيقيه. دي بتطلع فينو في الاخر. يعني تخن من الرصيف الآخر. طبعا، مع كلنا عارفين ومحدش يقدر ينكر يعني. بالظبط. ولو اكلناها بقى في محلات كبيره بره بنتعوض جدا يعني. طبعا. بسبب بقى زياده الاسعار دلوقتي كمان، فانا حبيت اعمل فكره ان اي حد يقدر ياكل ولاده ياكلوا اكله حلوه وسعرها لطيف بصراحه. وبتتعمل يعني كده في دقيقتين. يعني حضرتك بتحط الاضافات. معلش اعذر، انا عارف ان انا متعب بس عشان نوصل للناس المعلومه كامله. دي بيتزايه، دي مستويه. انا هطلعها مجمده، هفكها ازاي؟ كده بس كده. قد ايه مثلا كده في الطبق؟ يعني مثلا ربع ساعه. ربع ساعه تفك تحن مثلا ترجع طازه تاني. انا شايفها فريش. انت بتقولي دي بقى لها 4 ايام؟ مستحيل يعني يا جماعه. هايله. معلش انا بقى مسكت بايدي بقى على طول، انا اللي هاكلها. عشان احس برضو فعلا الموضوع. لا هي سمكها عامل ازاي، وفي نفس الوقت هي طريه جدا. لا انا عايز اقول لك ان انا دقتها، هي دي نفس دي. الصغيره نفس دي بس ودي دي مقاس بس. لا طعمها تحفه. طيب انا شايفك مستخدمه حاجات عطريه جوه، ده ايه بقى؟ لا ده سر الخلطه بقى. لا ده زيت زيتون وزعتر. زيت زيتون. والاضافات بقى التانيه بتاعتي. يعني انت حتى عاملاها صحيه يعني. بالظبط. بشكل ما صحيه. طب على فكره عارفه الحاجات دي بتنفع بتهيألي في رمضان. احنا يعني انت حليتي لي مشكله. بس انا عاوزه اقول لك انها تنفع اي حاجه. مناقيش تنفع تعملها وتقليها زي السمبوسك تنفع. طب انا اقول لك بقى على حركه. عشان رمضان احنا ممكن نجيب الميني بيتزا دي ونروح حاطين عليها نوتيلا وندخلها في الفرن تطلع سايحه ونحلي بيها لو ما عندناش حاجه حلوه. بس بقى من غير زعتر. يعني انا عندي بقى واحده من غير زعتر والتوابل اللي جوه فتنفع بقى مسكره. يعني انت عامله نوعين. يعني انا اقدر اطلب بالتوابل او ساده. تمام. يعني في ناس كمان ولادهم مش بيحبوا الزعتر. انا بالنسبه لي ما بتفرقش، انا هحط شوكولاته على الزعتر وهاكل والدنيا ما يعني. انا باكلها بالمربى. يعني الحاجات دي بسيطه. طيب قولي لي بقى سعر الحاجات دي ايه او بتتباع ازاي اصلا؟ طيب هو الطبق كده هو فيه 3، ده مقاس 30. انت بتبيعي الباكج الواحده فيها 3 بيتزات. هم دول شكلهم. دي لحضرتك نفس التغليف ده. ده تغليف يعني من فوق. اوكي. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ودي بقى الثالثه وبتيجي في قلب الطبق اللي هو بتاع الحلواني ده. بستريتش. جميل. بين كل واحده المنديل اللي هو دي سعرها كام بقى؟
1500 جنيه. دول 70 جنيه الثلاثه. ما تهزريش. لا والله يعني 70 جنيه الثلاث وحدات دول ب 70 جنيه. 3 وحدات. بيتزا على فكره يا جماعه هي حجمها بيتزا اللارج يعني هي مش ليها شكلين بقى، اللي هو بحرف ده. اوكي. ده الشكل الايطالي. في ناس بقى ايه عشان ولادهم ممكن يرموا دي. صح. فبنعملها يعني انا بقول لهم حرام نرميها فندخلها في وسط العجينه من جوه. اوكي فهمتك. يعني يعني الثلاث بيتزات من دول ب 70 جنيه. ب 70 جنيه. طيب والصغيره دي الواحده بكام؟ الميني دول بقى 12 واحده الطبق ب 40. 12 واحده مع بعض الطبق ب 40 جنيه. الطبق ب 40. بتتكلمي بجد ولا في حاجه؟ على فكره يا جماعه بس الميني دي مش ميني. انتوا عارفين كف ايدي قد ايه؟ يعني بصوا يعني هي لا حلوه حجمها كويس جدا. بتتقال لي الكلمه دي كتير يعني طيب انت كنت قلتي لي ممكن يعني هم ال 12 دي الباكج. اوكي تمام. بيجي برده في نفس الشكل ده كده. طب انت كنت قلتي لي بقى ان انا اللي مش باخد بس العجينه، انا ممكن اخد الجبنه موتزاريلا والصلصه والحاجات. هو في جوه في جوه حاجات كتير. طب لا استني بقى، انا بعد اذنك يعني بقى هاجي عشان اشوف الموضوع ده. الله ده في هنا ده طب انت سايباني واقف بره كل ده يا شيف يعني؟ انا هلبس مريالتي براحتك بقى، انا معاكي براحتك. نبدا بقى ايه الشغل. بسم الله ما شاء الله. دي جبنه ده مشكل جبن صح ولا ميكس موتزاريلا على رومي، وانا مش بشتغل غير في الحاجات الطبيعي 100%. يعني زيوت نباتيه لا. يعني حضرتك دي جبنه موتزاريلا طبيعي انت بتديهاني اقدر اشتريها بالظبط. طب والحاجات بقى البيبروني والحاجات دي ولا دي؟ لا دي حضرتك بقى بتحطها. يعني دي انت عشان يعني احنا هنا في التصوير بس. بدي لحضرتك بس الكيس الصلصه ده حلو مع الجبنه. يعني الكميه دي بتكفي واحده. بتكفي واحده من الكبيره. بتكفي واحده من الكبيره. اوكي تمام. والكيس الصلصه ده بيكفي واحده من الكبيره. طب سؤال بقى، انا عشان اخد الثلاثه دول انا محتاج عشان اعمل 3 بيتزات لارج اللي هي من دي انا محتاج 3 من دول تكلفتهم كام؟ ده والصلصه مع بعض هيبقى ب 30. الطبق الجبنه ده فيه قد ايه حوالي وزن؟ حوالي 8 كيلو جبنه موتزاريلا والصلصه والكيس الصلصه ب 30. ب 30 جنيه الاثنين. يعني لو قلنا احنا كده محتاجين 3 من ده يعني 90 جنيه و70 يعني بتتكلم في 160 جنيه صح؟ ولا انا عشان انا بس في الحساب ما كنتش قوي. بقى كلكم تطبخوا. طب والله تحفه. لا وفي ميزه بقى. اتفضلي. هو حضرتك دي يعني ايه في ثانيه بقى عندك ضيوف نطوا فجاه مستعجل وعندك شغل. طب نعمل واحده بقى، دوقيني بقى بيتزا بقى كامله كده على مع المظبوط. احسب بقى الساعه. ماشي. احسب بالساعه كده احنا حطيناها اهي. جميل. وطبعا الصلصه دي انا عاملاها طماطم وبرده زعتر وزيت زيتون. واخده صلصه برضه صح؟ واخده صلصه معلبه برضه معاها صح عشان اللون طبعا. علشان لا ما هو باين من العجينه فاكيد بص يعني الكميه دي هي لا تبقى فاضيه ولا تبقى ايه. انا مش مصدق ان انا مشكلتي انت حليتي لي مشكلتي انا شخصيا والله العظيم. انا عايز اقول لك ان انا يعني عندي مشكله مع بناتي ان هم بيحبوا جدا البيتزا وانا للاسف فاشل في العجين. طبعا بقى اللي حابب يحط على الحروف ايه. وبالتالي ممكن لو حد بفرشه عمل مسحه زيت زيتون كده بما انك عاملاها بقى كلها زيت زيتون الموضوع هيبقى كويس. تحبي نعمل ميكس ولا موتزاريلا لوحدها؟ لا اعملي لي اللي انت بتبيعيه اللي هو في ناس بتاخد دي وفي ناس بنفس السعر الاثنين. طب لا يبقى خلينا بقى في جبنه الرومي. احنا مش بنحب الرومي. انا بحب الرومي اصلا يعني انا حياتي مع الجبنه الرومي يعني. انا عارفه. يعني على طول. هي اصلا تتاكل كده يعني لو انا مش عايز احط حاجه زياده هي كده تمام اصلا. تاخد وقت قد ايه بقى في الفرن يا شيخ؟ 2-3 بالكتير قوي 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 يعني. الوش يا دوبك بس يحمر. الوش بس يعني انت اصلا ممنوع تفتح من تحت. يعني بس شوايه بس. لو فتحت من تحت تنشف. طب يعني دي برضه كويس رفيع يعني. في ناس ما خدوش بالهم من معلومه واحنا بنتكلم قبل كده وانا بديلهم الاوردرات فشغلهم من تحت فبتروح تعمل زي البسكوت بقى لان هي اصلا بترقق جامد. ده السمك. فاهم. قولي لي بقى يا شيف بقى عشان احنا نسينا اهم حاجه، الناس توصل لك ازاي؟ يعني انا دلوقتي عايز اعمل اوردر اوصل لك ازاي؟ في رقم تليفون؟ في رقم تليفون اللي هو كام بقى؟ 011. ايه ده حافظ رقم تليفونك؟ الحمد لله يا رب. 011 1 74 76 276 هنقوله مره كمان 011 1 تمام 74 76 276. طيب اللي حضرتك اكيد عندك بيج على الفيسبوك ولا على الانستجرام ولا؟ على الفيسبوك. اسمها ايه؟ وعندي على الانستجرام صفحه والواتساب والتليجرام. الرقم التليفون ده عليه واتساب وتليجرام. تمام. وبالنسبه بقى للبيج اسمها ايه؟ ديلشيتو. ديلشيتو. انا قلتها ديلشيتا. اللوجو ده اهو ايوه هو ده نفسه باسمه بكل حاجه. انا قلت اسم تاني معلش بس بقى. انا كانت صفحه الفيسبوك عندي يعني حاليا معموله كانت باسم تاني الاول. حلو. لما عملنا اللوجو بقى وغيرنا الاسم فخليناها كده. طيب انا ده بالنسبه للتواصل واحنا برضه حضرتك تبعتي لي الحاجه هنحطها ان شاء الله في اول كومنت وانت تخشي تردي على الناس عشان لو حد حابب يتواصل مع حضرتك. التوصيل بقى فين وقصته ايه واسعاره ايه؟ التوصيل بقى عندنا جمعه وسبت. جمعه القاهره
السبت الجيزه. القاهره كلها والجيزه كلها؟ اه. حلو الكلام ده. يعني بتوصلوا يومين بس في الاسبوع يعتبر كده؟ يومين بس. طب انا مثلا الجمعه والسبت مش مناسبين بالنسبه لي، اعمل ايه؟ حضرتك بقى بتتواصل على اي بيج من عندنا، الانستجرام، الواتساب، الرقم اللي انا لسه قايلاه، وحضرتك بتيجي في اي وقت عندنا في الواحه. حي الواحه مدينه نصر. مدينه نصر. يعني اقدر ونزل استلم لحضرتك الاوردر اللي انت حابه. يعني انا اقدر استلم طول الاسبوع عادي، بس عشان حضرتك تمام. توصلي لي يوم الجمعه الجيزه ويوم السبت القاهره، ولا العكس؟ لا، الجمعه القاهره والسبت الجيزه. والسبت الجيزه. جميل جدا. على الواتساب الناس هتتواصل مع حضرتك. سعر بقى الدليفري على حسب بقى المنطقه يعني انت مكان كل واحد هيتحدد على هيتحدد. خلاص تمام مفيش مشكله. البيتزا ايه اخبارها كده؟ على فكره عدينا 3 دقايق. ها خلاص هي خلصت. حضرتك قلت لي 3 دقايق. ما شاء الله. انا دلوقتي حسبت حسبه صغيره كده على ما طلعت من الفرن. البيتزا دي متكلفه حوالي حاجه اقل من 55 جنيه، حوالي 53 جنيه وشويه على التكلفه بتاعت حضرتك، وما تعتبرش خدت يعني لو انا بعملها في البيت ما خدتش غاز يعني او كهرباء، لان هي ما كملتش 3 4 دقائق وكانت مستويه. احنا هندوق بقى لان السعر حلو، وان شاء الله تبقى حلوه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى اللي حابب يسوي من تحت ازيد شويه او يخليها يزود عليه براحته بقى يعني. بصوا يا جماعه العجينه اصلا، العجينه من جوه، العجينه من جوه رغم ان هي رقيقه بس هي برضو هشه، فان شاء الله الطعم يبقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه جدا بجد، يعني طعم البيتزا المظبوط، الصلصه مظبوطه، في توم في الموضوع صح؟ الصلصه فيها توم صح؟ لا انا باكل بيتزا حلوه، مش بيتزا عشان في البيت فحلوه، لا ما في فرق، مش اللي هو على قد الامكانيات فهي بيتزا حلوه، لا انا بناكل بيتزا حلوه، يعني لو باكلها في مطعم هي هتبقى بيتزا حلوه جدا بالنسبه لي. تسلم ايدك فعلا. والجبنه الموتزاريلا مش بلاستيك، عشان طبعا عارفين ان احنا في ازمه دلوقتي في مصر ان اغلب الجبنه الموتزاريلا بلاستيك، يعني لا دي جبنه موتزاريلا محترمه جدا. انا معلش ثانيه هدوق بقى تاني بس لازم نقول الكلمتين يعني. بس انا عايزه اقول لحضرتك لو حطيتهم اصلا في عيش الموتزاريلا او الرومي تلاقيهم بيمطوا. وتخيل دي بقى يعني الجبنه القليله شويه دي والصلصه القليله دي، ممكن بقى حد ياخد ويزود ويحب يزود. لا بس انا علشان حضرتك تبقى عامله اقتصاديه، لا من غير اقتصاديه انت عامله المعادله. بالظبط، لا كتيره قوي ولا قليله، ولا قليله، الطعم الحلو وفي نفس الوقت. ولو زودت بقى انت اضافات من عندك انا عايز اقول يعني مكان تاني بالظبط يعني انا مثلا لو انا واخد من الشيف دي انا ممكن ازود عليها جبنه ريكفور، الجبنه الزرقاء عشان انا بحبها مثلا، هتعمل الطعم حلو جدا مع العجينه دي، هتبقى خرافيه. تهيألي الناس اللي تحب بقى تحط في البيتزا بروتين، علبه تونه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، هتطلع معاك بيتزا حلوه جدا. لا تسلم ايدك يعني فعلا هايله بجد. انا اهم حاجه بقى عندي اللي هتبين لنا القصه الحته اللي ورا بقى دي، عشان دي انا اكتر حته بحب اكلها. لا ولا كلمه يا جماعه، ولا كلمه. بصوا ومهما بقى هي قعدت في الفريزر هي بتطلع تفكها تفضل كده. دي بجد بقى لها 4 ايام. والله فعلا ممتازه ممتازه. ان المعادله متحققه مظبوط، البيتزايه طريه، السوا بتاعها حلو، طعمها حلو جدا، فالله يبارك لك بجد فعلا. الله يهنيكي، الله يبارك لك بجد. طيب احنا عاوزين بقى نعمل وحديه بقى تانية، انت بقى اختار ايه؟ جبنه ريكفورد ده. انا عايز اقول لك حاجه. ايه ده؟ ماشي احلامك كلها بتتحقق هنا. انا عايز اقول لك على حاجه. هو انا بالنسبه لي انا تمام يعني، انا تمام. انا لما باكل بيتزا بحب اكل بيتزا الجبنه، يعني مش بحب احط عليها الحاجات. ممكن تجرب ستريبس وبرانش. لا احنا مش هنجرب خلاص بجد، بسيبك من الكاميرا. انت قلت جبنه ريكفورد هي حلوه بصراحه. لا هنجرب واحده بس صغيره، الميني دي. ماشي حلوه بقى، ونجربها برضو عشان نشوف الوضع بتاعها ايه. الميني دي بقى بعمل انا اخد منك ال 12 واحده، اقدر اعمل مثلا منهم 3 4 واشيل الباقي في الفريزر، اخد منهم بالعدد اللي انا عايزه. ودي في رمضان يتحط عليها النوتيلا زي ما قلت لك برضو هتضرب نار يعني. ممكن تحط زعتر وزيت زيتون كمان، تعملها زي المناقيش. زي المناقيش. دي ميزه برضو بصراحه. لا اي حاجه تنفع كده. طب انا مثلا محتاج يعني اخد البورشن بقى بتاع ال 12 واحده، اخد معاه قد ايه جبنه وطماطم؟ الطبيعي بتاعه ان حضرتك تاخد كيس طماطم وكيس جبنه، اللي هو ب 30 جنيه. ب 30. حلو. في ناس بقى بتحب تزود، اللي هو ايه بقى؟ هيزودوا مثلا كيس صلصه. اللي عايز صلصه زياده. صلصه زياده او جبنه زياده. الصلصه بكام؟ الصلصه لوحدها ب 10 جنيه والجبنه ب 25. يعني انا لما باخد الصلصه والجبنه مع بعض بوفر 5 جنيه في الاثنين مع بعض. تمام. فهمتك. برضه نفس الموضوع عشان ما بنفتحش من تحت خالص. من النار من تحت فوق بس. هو فوق بس. طيب انا بقى عايز اسالك سؤال، معلش اخر سؤال. والله انا عارف ان انا تعبتك معايا، بس انا مبسوط ان انا لقيت حاجه لطيفه زي دي. ربنا يخليك يا فندم. والله يعني احنا دلوقتي عايزين نقول ان احنا لو هناخد الصغيرين، يعني انا دلوقتي لو هعمل اوردر، احنا هنعمل بقى تجربه عمليه يا جماعه مع بعض دلوقتي. انا هاخد 3 بيتزات كبار، 3 عجينه كبار،
والثلاثه دول هاخد لهم الثلاث باكيجات اللي هو الجبنه والصلصه. جميل، يعني كده 3 جبنه و3 صلصه و3 بيتزا كبيره. وهاخد واحده من اللي هي الميني بيتزا وهاخد معاها باكيج وباكيج، يعني كده 4 و4 و3 بيتزات كبار و12 بيتزا صغيره. تمام. كل الليله دي بقى بكام؟ هنحسب بقى، قلنا الثلاثه دول ب 70، الثلاثه ب 70 والواحده ال 12 دول ب 40، يبقى دي كده 110. الكبيره 30 والصغيره 120 230 جنيه كله. ولو جبت انا مثلا بتاعه هوت دوج مثلا ب 50 جنيه عليها بقى البيتزا بالهوت تستخدم دوج واحده، يعني مش هتستخدم حاجه يعني بالظبط، اللي هو واسع بقى، يعني يوم ما تكتر معاك هتبقى 250. احنا بنتكلم 3 كبار و12 ميني بيتزا وروقت بقى الدنيا يعني. 230 اخد 3 بيتزات كبار و12 بيتزا صغيره واربع تتمان، يعني انت بتتكلمي في نص كيلو جبنه، 4 اظرف صلصه يكفوا الثلاث بيتزات الكبار وال 12 بيتزا الصغيره، كل ده 230 جنيه. لا ومش بس كده، بعمل لك عرض لاخر رمضان. انا بحب العروض جدا بقى. العرض ده اللي هياخد بقى كيس ميني بيتزا دي، يعني اللي حضرتك قلته كله اللي هو 230 اللي هو الكبير مع الصغير يعني واحده والجبنه. اوكي 3 بيتزات كبار و12 بيتزا صغيره واربع باكيجات، 4 تتمان جبنه واربع صلصه ب 190 بدل 230. تمام بجد. ربنا يرزقك بجد. ربنا يرزقك. بص انا جات لي فكره، معلش انا خرجتها بس ثانيه واحده، انا هجربها لك في الميكرويف بقى، دي ميزه ثانيه للاطفال مثلا لو لوحدهم. يعني العجينه دي تنفع في الميكرويف؟ بص حضرتك، يعني انا ابني مثلا بيبقى قاعد انا مش موجوده جعان، فبسيب له الحاجات بره خلاص، هو حطها على بعض دخلها الميكرويف سيح الجبن. اوكي، يعني انا اقدر ما ادخلش الفرن بقى من الاساس. بالظبط. انت على فكره تاخدي براءه اختراع والله يا شيف، يعني انت بتتكلمي في حاجه هي الافضل بتاعها، الافضل في الفرن، بس احنا لو بنتكلم بقى في يعني حاجه اسهل تبقى كده. انا دلوقتي لو انا عندي كافيه مثلا، انا مطعم بيتزا اكيد انا بعمل العجينه بتاعتي، لكن انا عندي كافيه وعندي في المنيو بيتزا، هل اقدر اخد البيتزا العجينه دي واشتغل ومش تاخد وقت؟ كده مايكرويف. يعني الميزه كمان اللي هتبقى عندك ان مش هتقول لحد بقى استنى 45 دقيقه على ما الاوردر يطلع، ده على طول ثانيه هيكون الاوردر موجود، فتحت وعملته على طول، حطيتها وعلى طول. يعني انت عندك في الفريزر ومفيش اي مشكله فيه، يعني انت ما شاء الله عندك القدره ان تقدري تطلع كميات تديها للاماكن. تمام، حلو جدا. انت قلتي لي حاجه بقى مهمه، مده الصلاحيه بتاعتها في الفريزر قد ايه؟ بص زي ما بتتعامل مع اللحمه والفراخ، الحاجات في الفريزر طول ما هي مجمده ما بيجراش حاجه، مفيش اي حاجه، لكن ما تطلعش بقى وتفك وترجع تاني يعني لو فكت يتشال الاسترتش منها فتنشف في يعني لو الفريزر او كده اتفكت ما نلعبش تاني. لا ممكن ترجع بس مش كتير، يعني زي الجبنه مثلا لو اتفكت ورجعت كتير بتعجن بقى خلاص بتنتهي. بس طريقه الحفظ يعني. تمام. العب دي بقى لا ده شكل ايه؟ ده ليله كبيره ثانيه بقى، ده بقى الميكرويف ده في ثانيه. بصوا بقى يا جماعه، ولا بقى نار ولا اي طبعا هي كميه الجبنه الموتزاريلا اللي انت حطاها زياده ده توصيت بيك ده انا واضحه يعني. ايوه بس هي الفكره ودي من غير صلصه. انا عاوزاك تجرب الجبنه الموتزاريلا وتشوف المطه بتاعتها، لان انا كله طبيعي 100%، يعني كان الهدف برضو الاساسي ان ما يكونش فيه حاجات زيوت مهدرجه ولا الكلام ده، وعشان كده بستخدم زيت زيتون. مش هتتقطع خلاص. ينصر دينك يا شيخ والله عليك. الف لا حلوه بجد. في ايه مالك؟ جنة عادي يا جماعه، ما فيهاش حاجه، دي ضربه الشغل. على فكره انا هزور بسببكم انتوا الاثنين، البساطه اللي بتبصها لي دي صعبه. تسلم ايدك يا شيف. الف شكر على الاستضافه دي، ربنا يكرمك ويوسع عليكي. ما شاء الله انت عامله حاجه محترمه، وعشان كده دايما يا جماعه انا بطلب والله العظيم، احنا اي حد عمل اي حاجه جديده احنا نيجي نصورها، فكره كويسه منتج كويس هنصوره على طول، لان انت فعلا شخص تستحق ان احنا نسلط عليك الضوء، زي طبعا الشيف اسراء. احنا بنشكرك جدا والله العظيم، كتر الف خيرك، وان شاء الله بقى تكسري الدنيا، بس ما تبقيش تنسيني. لا على طول من فضلك من فضلك، عشان انا زبون عندك خلاص، يعني ايه على طول العجينه دي انا هاخدها بس في اي وقت وعلى طول. ربنا يكرمك ربنا يكرمك، كلك ذوق يا شيف.